بص، انا عملت الفيديو ده لتالتة اعدادي، مع ان عارف ان في ناس كتيرة هتزعل من الكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده. بس اللي يزعل يزعل، انا بكون واقعي شوية في كلامي. انا عارف ان في ناس كتيرة المنهج متراكم عليها، وناس كتيرة لسه ما رجعتش، وناس كتيرة لسه ما حلتش امتحانات ولا عملت اي حاجة. وكل ما تاخد خطوة تيأس والشغف عندها يقل، وان انا خلاص ضعت، ولا هقدر الم المنهج ولا الم المتراكم ولا اقدر اعمل اي حاجه. بمعنى ان انا خلاص اتزنقت زنقه الكلاب، مفيش اي شغف للمذاكره. بضيع معظم وقت على التيك توك الفيس من هنا لهنا لهنا، وان انا امسك الكتاب مش قادر نهائي. بص، انا هقول لك حاجه وزي ما قلت لك، عايز تزعل مني ازعل، والكلام ده واقعي. انا همشي معاك للنهايه، تمام؟ وخلي بالك برضه لسه في وقت من الوقت اللي انا عملت فيه الفيديو ده بتاريخ النهارده. بقول لك لسه في وقت انك تذاكر وتقدر تلم على قد ما تقدر كمان، وتحل امتحانات وتجيب مجموع كويس، وخصوصا الترم التاني ده بيدوا فيه مجموع كويسه جدا. بص بقى عشان اكون واقعي معاك، تمام؟ سواء ولد او بنت، لو انت مثلا ولد، اخرتها ايه؟ ما ذاكرتش ولا عملت اي حاجه، ودخلت في الامتحانات عكيت والدنيا عدت ونجحت، تمام؟ بعد كده هتدخل ايه؟ دبلوم، يا اما فن زراعي تجاري او صناعي. هتنجح والدنيا تعدي وهتمشي برضه. اخرتها برضه ايه؟ هتكون مجرد عامل عادي بشهاده متوسطه، تمام؟ هتشتغل عامل عادي في اي مكان، مع ان دلوقتي اي مكان مطلوب مؤهل عالي، حتى اتفه شغلانه بيقول لك لازم مؤهل عالي. يعني انت كواحد دلوقتي خريج دبلوم، عشان تلاقي شغل هيطلع عينك. اخرتها عشان اكون واقعي معاك هتشتغل ايه؟ مجرد عامل عادي، تشيل تحط، تشتغل مثلا في الامن. ده لو عرفت اصلا، مع ان الامن دلوقتي مطلوب مؤهل عالي. يعني كده كده اهلك فقدوا فيك الامل ان انت خلاص، تمام؟ هتخلص تالتة اعدادي من هنا، تدخل دبلوم من هنا، تشتغل وانت في الدبلوم لانه ملوش لازمه، شايفينك ان انت فاشل واقعيا يعني. فهيطلع عينك، هتشتغل شغلانات هيطلع عينك فيها. طول ما انت معكش شهاده هيطلع عينك في الشغلانه دي. يعني عشان اكون واقعي، يعني دلوقتي مثلا معاهم دبلومات تلاقيهم شغالين فيه، اللي شغال على عربيه مثلا توك توك، شغال عامل في الزراعه مثلا، شغال مثلا في العماير بتاع يشيل يحط. يعني بالمعنى هيطلع عينك، دي اخرتها. عشان نكون واقعي معاك، دي اخرتها، تمام؟ اللي هم انت اهلك خلاص فقدوا فيك الامل كولد، فيضطروا بقى يدوروا لك على اي شغلانه، او تسافر هنا او تسافر هنا، وهيطلع عينك، تمام؟ وهتدخل الجيش طبعا سنتين، ده غير طبعا 3 شهور تدريب، نقول سنتين ونص. بعد كده مثلا البنت، انا متاكد ان اي بنت مثلا اول ما اهلها هيشوفوا ان هم خلاص فقدوا الامل فيها وان هي فاشله، حرفيا اول حاجه بيعملوها بيجوزوها. يعني يقول لك شوف لها عريس خليها تمشي معانا. تمام؟ انت مثلا كبنت ما ذاكرتيش خالص، ويا دوبك نجحت بالعافيه في ثالثه اعدادي، اول خطوه هتعمل ايه؟ هتروح تقدمي على دبلوم، يا اما تجاري يا اما صناعي. المهم انك هتكملي فني، تمام؟ طول ما انت في المدرسه دي، طبعا اللي في الدبلومات دول نادرا ما بيروحوش، واهلها شايفينها ان هي فاشله بصراحه. يعني نادرا الا نادرا جدا لو لقيت ناس بتجتهد في المجال ده، وده نادر يعني. هيعملوا ايه؟ هتخلص الدبلوم بتاعك، ده قبل ما تخلصيه كمان هيكون اهلك شافوا لك عريس بس، وادي الحياه خلصت. هي الحياه خلصت. يعني معظم الدبلومات سواء ولاد او مثلا بنات، حياتهم بتخلص بعد ثالثه دبلوم. الولاد بيروحوا يدوروا على شغل ايا كان وهيطلع عينهم بصراحه. البنات اخرتها مثلا بعد ما تخلص الدبلوم بتقعد في البيت. 5% بس بيكملوا بعد كده كليات، تمام؟ لكن ال 95% بيتجوزوا بعد الدبلوم. هي دي الحياه، دي الحياه الطبيعيه اللي موجوده لو الواحد فاهم ما ذاكرش وبيجي ليه مكانه في المجتمع. هي دي والله. طب ايه اللي بيميز بقى الواحد لو كمل بعد كده؟ انت مثلا كوالد لو كملت، لو مثلا دخلت بكالوريا او ثانويه عامه، طبعا انت كده معروف طالب ثانويه عامه، محدش هيجرب لك، هتذاكر ال3 سنين اللي عليك، اهلك هيكونوا شايفينك انك هتطلع حاجه كويسه. بعد كده تدخل كليه ايا كانت الكليه، تقعد فيها 4 سنين، هيكون احسن 4 سنين في حياتك بشكل عام. طول ما انت في كليه هتشتغل، والشغلانات اللي هتشتغلها هتكون كويسه، هتعرف تفكر في شغلانه كويسه، تكتب مثلا مذكرات على الوورد، تبيع ملخصات، تشتغل مثلا مدخل بيانات. المهم ايه؟ انك هتمشي حالك بشغلانه تكون انت جدها طول ما انت في الكليه. هتخلص الكليه من هنا، تبتدي بقى تدور عليه شغلانه.
بس هتكون شغلانه مريحه، اللي هو انا مثلا معايا ليسانس كذا، معايا بكالوريوس مثلا تجاره، انا مثلا ليسانس اداب اعلام هكذا، اللي هو انا معايا مؤهل عالي شغلني في مكان كويس، اللي هو ان انا مش عامل عادي، او بمعنى ان انا مش فلاح مثلا، انا معايا مؤهل عالي. تمام. وكذلك البنت مثلا 3 سنين في الثانويه العامه، طالبه ثانويه عامه، طبعا مفيش جواز. تمام. تدخلي بعد كده كليه، 4 سنين كليه يكونوا احسن 4 سنين في حياتك، وممكن تشتغل وانت في كليه، وبعد ما تخلصي الكليه برضه هتدوري على شغل وهتلاقي شغل. يعني 90% من البنات شغالين اصلا هم في الكليه. انما فكره اللي هو مثلا هنجوزك والكلام ده بتكون موجوده، بس مش اللي هو معدومه، البنت بتكمل دراستها، اللي هو انت مش مستنيه كبنت اصلا. معظم بنات الثانويه العامه او الكليات مش مستنين ان مثلا حد يتقدم لهم الجواز وكده، لا، هم عارفين ان هم عايزين ثانويه عامه، يدخلوا كليه، يدوروا على شغل، جه عريس مناسب، تمام، مناسب، يكون مناسب 100% كمان، مش اي حد يجي. تمام، ما جاش، ادينا اهو في الكليه في دراستي، اخلصها، ادور على شغل او اكمل دراسات عليا بعد كده. تمام، اللي هو في طموح، في اهداف. لكن طول ما مفيش طموح، في مفيش اهداف، يعني انت مثلا كبنت لو في دبلوم مثلا، اي عريس هيجي يلا غورها في داهيه، بس من غير حتى ما يكون مناسب بنسبه 100%، مش هيكون ليك اصلا حريه الاختيار. لكن اللي معاه تعليم او مؤهل عالي زي الكليه، ايا كانت الكليه، ده خلاص ليه هدف في حياته، ده ليه هدف، حتى لو ما لقاش شغل يقدر يعمل نفس الشغل. يعني انا مثلا خريج اداب فلسفه وعلم نفس، تمام، شغال في مدرسه، بس قبل ما اشتغل في المدرسه كنت شغال من على النت وكنت بجيب فلوس، ايام الكليه كنت شغال على النت وبجيب فلوس، وما زلت حتى الان. يعني القناه اللي على اليوتيوب او الاكونت بتاعي اللي على الفيس شغال عليه مثلا وبيجيب لي فلوس، واليوتيوب بيجيب لي فلوس برضه. تمام، لو ما لقيتش شغل بره او قاعد في البيت بس بعمل فلوس برضه، اللي هو اتصرفت. في شباب تاني مثلا صحابي شغالين، في واحد صاحبي كان في حسابات، شغال تبع شركة في النمسا وبيقبض بالدولار برضه وهو من البيت. وعندي اصحابي تاني مدخلين بيانات وهم من البيت، وعندي اصحابي تاني بيعملوا ملخصات ومذكرات ويبيعوها وهم من البيت برضه. فاهم؟ اللي هو ايه، طول ما انت متعلم وفاهم الدنيا ماشيه ازاي وبتعرف تستخدم الكمبيوتر والكلام ده والنت والحوارات دي، هتقدر تعمل فلوس وانت في البيت من غير حتى ما تدور على شغل. تمام. دي الفكره اللي انا عايزك توصل لها. ما تكونش انسان عادي، تمام، لا، خلي لسه لك طموح واهداف، ما توقفهاش، يا ريت تقوم من دلوقتي، عشان والله لو ما ذاكرتش في اهم سنه ليك دي هيطلع عينك بعد كده. تمام. اي حد بيدخل دبلوم هو كده يعتبر خلص التعليم، خلص من قبل، من اول ما يقدم الملف بتاعه كده في الدبلوم هو كده يعتبر خلص تعليم. مش هيحضر اصلا لان مالهمش حضور، او ما بيحضروش بشكل عام. طلاب الدبلومات بيروحوا بقى يشتغلوا بقى ويشوفوا الدنيا بقى. والبنات اللي بيدخلوا دبلومات في منهم بيكمل دول 5% مثلا، و95% بقى يشوفوا حياتهم في البيت، شغل البيت، يا اما جواز. ده الواقع اللي موجود. شوف انت بقى عايز تختار ايه. عايز تختار انك تذاكر ويكون لك هدف محدد، ومحدش يكون عندك حاجه، وكمان محدش يكون ليه راي عليك. طول ما انت طالب ثانويه عامه او بعد كده كليات، محدش هيجبرك على حاجه، محدش ليه كلام عليك، خلاص انت تمام، سواء ولد او بنت. لكن لو انت مثلا طالب دبلوم او انت طالب الدبلوم، ده تقريبا طالب الدبلوم هيحاول يدور على شغل قد ما يقدر، واهله يدوروا له على شغل برضه. ولو انت بنت مثلا مش هيكون ليكي كلمه، غالبا اي جواز هتيجي هيجوزوك عشان يخلصوا منك، لانك هتبقى قاعده في البيت بالفعل، ولا بتتعلمي ولا وراك تعليم بعد كده. لكن طول ما انت مؤهل عالي او في الثانويه عامه، محدش هيقدر يمشي كلمته عليك. يعني مثلا ايه، هتكون خلاص قدامك طرق بقى من التعليم كتيره وانت بتتعلم تشتغل، يعني الحياه مختلفه. نصيحه مني انا والله، سنين الكليه او سنين الثانويه العامه دي سنين ما تتنسيش ابدا، ولا سنين الكليه بالذات، دي احلى سنين هتمر عليك في حياتك، يا ريت تجربها، بلاش تكسل عن المذاكره. يعني انا لو حكيت لك من هنا لبكره عن ايام الكليه هتتشوق وهتقوم تموت نفسك من المذاكره دلوقتي. وكده الفيديو خلص، وده الكلام واقعي وده اللي موجود حواليا. يا ريت الناس تقوم تذاكر وتهتم بمستقبلها، وتساهم الكلام الفاضي اللي بيضيع وقتها ده. واي حد محتاج اي حاجه يسالني في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.